عسلامة ومرحبا برتنا اليوم باش نعملو عصيدة الجرجلان. سهلة مهلة وفيسع ما تحضر ومقادير مضبوطة وناجحة من أول تجربة. تابعوا معنا مراحل التحضير. عسلامة ومرحبا، اليوم باش نعملو عصيدة الجرجلان. عندي لهنا عجينة الجرجلان بمقدار 100 غرام. هذه حضرتها في الدار، تنجم معناها تشريها حاضرة. المهم الميزان متاع العجينة متاعها 100 غرام، عليهم 50 غرام سكر، 50 غرام فرينة. وباش نعمل حليب تقريبا هكاك 300 مليلتر حليب و100 مليلتر ماء. نجموا تعملوا معناها الكمية كاملة حليب كما تنجموا تعملوا الماء. ثم اللي يحب يعملها بالماء كهو، وثم اللي يحب يعملها بالحليب، وثم اللي يخلط معناها حصيلو شوي شوي. باهي تو شني باش نعمل؟ باش نحط المكونات هذه بخلاف السكر بيان سور، باش نحطهم في معناها في الباتور. يلزمني هكا نضربهم باش يتخلطوا مليح مليح، معناها تتحل البات والفرينه وكل شيء والسوائل، ومن بعد نصفوهم. باش نحطهم لهنا في الميكسور، وتنجموا زاده تعملوا في البراميكسور كيما تحبوا المفيد. بسم الله، باش نخلطوهم هكا كلهم مع بعضهم. باش نحطوا البات وباش نحطوا السوائل اللي هي الحليب. بسم الله، والماء. باش نضربوهم الكل ومن بعد نصفوهم. تو بعد ما رحيناهم الكل، تو باش نصفيهم في الكسرونه اللي باش نطيب فيها العصيده، يعني باش تفش والكعابر نتاع الفرينه هذيك تتنحى. لازمني نهبطهم. هبطهم بالطريقه هذه. إذا نكمل نصفي بقية المكونات، حلها مليح مليح ماذا بينا نخلو فيها حتى شي، نصفيها ونرجع لكم. كيما شفتوا تقريبا كلها صفيناها. تو باش نحط نطيبها على الغاز. وفي الأثناء حضرت زادة الكريمة. باش نطيب كريمة ساشي، كريمة عادية، كريم فاني. خلطتها مع السكر. بالنسبة لي نقصت كمية السكر، عملت معناها مغرفتين كهو، ثم اللي يعمل أكثر. هذه هي حصيله باش نطيب الكريمة ونطيب العصيدة. نطيب العصيدة ومن بعد نطيب الكريمة ان شاء الله. المهم حضرتها باش تسهل عليا. توا باش نطيبها معاكم ماذا بينا هكا على نار هادية باش تطيب هكا على مهلة. حطيتها هكا على الغاز، نحاول هكا نحركها باش كي تبدا هكا معناها تخفار وكل شيء ما تكعبرش. باش ما نطولش عليكم، باش نطيبها هكا في العقل عقل، ومن بعد نرجع لكم نوريكم النتيجة النهائية ان شاء الله. توا كيما تشوفوا بدت هكا تخفر معانا. ما قلت لكم مهم برشا تعملوها هكا على نار هاديه. هي تو نحيها من النار باش ندلكها شويه بالمدلك بالطريقه هذه. تبدا هكا كيما نقولوا تبقبق. مهمة العملية هذه، خير ملي تكملوها بالفوي. لين تبدا هكا تخرج في الفقاعات هذيك. ونأكد عليكم ما تقووش النار.
تو في المرحله هذه باش نحط السكر. نحط فيها السكر تزيد تتحل. الطريقه هذه راهو يجي القوام نتاعها ممتاز خفيف، خير من اللي تكملوها بالفواه. لين تو نوريكم حصيلو الفقاعات في الاخر. نكمل هكا زيد نثردها شوي، باش نكمل زاده مغرفه كبيره هكا عطرشيه، مش كبيره، شوي شوي. مهم برشا نفوحوها، العطرشيه تجي بنينه. كما تشوفوا توا العصيده متاعنا حاضره، بديت هكا تخرج بالعيون عيون فقاعات بالطريقه هذيك. لهنا نعرف اني العصيده متاعنا حاضره. وشوفوا ما شاء الله على القوام متاعها كيفاش. تو باش نقص عليها. كما تشوفوا حطيتهم في الصحافي، حاسينهم مازالت سخونه باش ما معناها ما تجمدش. يلزمني مازالت سخونه نحطها في الصحافي باش تركح في بلاصتها. تو طيبت الكريمه وباش نحط زاده كوش كريمه فوق الجلجلان بالطريقه هذه. في ساعة ما تحضر، ما تشدش الوقت، وديسير بنين هكا في رمضان. هسيلو نكمل ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. وهذه كما تشوفوا العصيده متاعنا حضرت بعد ما زيناها. الزينه راجعه ليكم كما تحبوا. الفاكهه المتوفره عندكم، عندي هكا هروست شويه بيستاش وشويه لوز، شوي شوي هكا حسب ما قدرتي معناها في الزينه. هذا معناها المزيج ما بيناتهم زينت بيها. وكما قلت لكم انتم الفاكهه المتوفره عندكم. حصيلو بسم الله ما شاء الله. راهي بنينه برشا والقوام نتاعها ممتاز وفي سما تحضر، والمقادير باذن الله مضبوطه. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. وتو ما بقالي كم باش نقول لكم ان شاء الله في دبره اخرى، وشهيه طيبه للكل. بسلامه.